تسعى الجزائر إلى تطوير بنيتها الرياضية وخصوصا في مجال كرة القدم من خلال بناء مركبات وملاعب بمواصفات عالمية تواكب معايير العصر، وستكون إضافة حقيقية للممارسة الرياضية على أعلى مستوى، وتسمح باستضافة الجزائر كبرى المنافسات القارية والعالمية. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم ملاعب الجزائر الجديدة، لكن قبل ذلك ندعوك إلى الاشتراك وتفعيل الجرس إذا أعجبك المحتوى الذي نقدمه على القناة. ملعب وهران الجديد، والذي سيحمل اسم اللاعب السابق عبد القادر فريحة، يقع في منطقة بير الجير بمدينة وهران، وهو عبارة عن مركب متكامل يتسع الملعب ل40 ألف متفرج، وهو ملعب سيستفيد منه فريق مولودية وهران الذي يعتبر من أعرق الأندية الجزائرية، إضافة إلى استفادة الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري منه. في سنة 2006 تم إطلاق مشروع بناء الملعب، وكان من المقرر أن تكون طاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج، إلا أن المشرفين والمسؤولين عن المشروع قرروا في النهاية تخفيض سعة الملعب إلى 40 ألف. تم بناء الملعب على عمق 15 متر تحت الأرض لتهيئة أرضيته، أما الهيكل الخارجي فهو من الحديد الصلب ويصل وزنه إلى 3000 طن. أرضية الملعب مكسوة بالعشب الطبيعي من نوع الهيبريد، وهو مزيج بين فوائد العشب الطبيعي وقوة ومتانة العشب الاصطناعي، كما يتكون من ألياف أوميغا، وهي ألياف عشبية ذات جودة عالية. كما يحتوي الملعب على نظام سقي عصري يستعمل لأول مرة في الملاعب الإفريقية، وفق ما ذكره فريد بوسعيد، الذي وضح بأن هذا النظام مجهز بكمبيوتر به تطبيق مربوط بواسطة شبكة واي فاي بمحطة الأرصاد الجوية لمطار أحمد بن بلة الدولي، وتسمح هذه الطريقة بالحصول على معلومات من المحطة المعنية، ما يساعد على برمجة أوتوماتيكية لسقي أرضية الميدان بكيفية فعالة استنادا إلى المعطيات المناخية، إضافة إلى أن الملعب مزود بكاميرات حديثة للمراقبة والتتبع و4 مراكز للحراسة. كما تضم أرضية الملعب مضمار لألعاب القوى بالمواصفات العالمية. يضم المركب أيضا ملعب ثانوي تابع للملعب الرئيسي بسعة 4000 مقعد، ومسبحين أولمبيين بسعة 1000 مقعد لكل مسبح، وقاعة متعددة الرياضات بسعة 6000 مقعد، و10 ملاعب للتنس وملعبين للريغبي، إضافة إلى فندق بسعة 120 سرير وموقف سيارات بسعة 1500 مركبة. وبلغت تكلفة بناء الملعب 142.3 مليون دولار، وتم افتتاحه يوم 17 يونيو سنة 2021 بمباراة ودية جمعت بين المنتخب الجزائري المحلي ومنتخب ليبيريا، ولعبت المباراة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا. وسيكون الملعب من بين المنشآت التي ستستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها 19، والتي تحتضنها مدينة وهران في الفترة ما بين 25 من يونيو إلى 5 من يوليوز من هذا العام. ملعب تيزي وزو الجديد أو ملعب عبد القادر خالف يقع في محطة بوخالف في مدينة تيزي وزو التي تبعد عن العاصمة ب100 كيلومتر وتقع شرقها، ويعد من المركبات الضخمة في الجزائر. يتسع الملعب ل50 ألف متفرج، وسيستفيد من الملعب فريق شبيبة القبائل الذي يعتبر من أعرق الأندية الجزائرية، إضافة إلى الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري بشكل عام. وضع حجر بناء المركب سنة 2010، وقد خصص لهذا المشروع الضخم في البداية غلاف مالي بلغ 5.3 مليار دينار جزائري بملعب بسعة 40 ألف متفرج، لكن بعد ذلك تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب لتصبح 50 ألف متفرج، وتم أيضا رفع الغلاف المالي المرصود لهذا المشروع إلى 25.6 مليار دينار جزائري. ويعد الملعب من أكثر الملاعب جمالا من بين الملاعب التي سترى النور قريبا، خاصة بالنظر إلى المكان الاستراتيجي الذي بني عليه المشروع. وبني المركب على مساحة 53 هكتار، ويواكب الملعب جميع شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أرضية ميدان الملعب ستكسى بالعشب الطبيعي ذا الجودة العالية، وهو نفس العشب المستخدم في أكبر الملاعب الإنجليزية. الملعب مكون من طبقة مدرجات علوية وأخرى سفلية، ومغطى حسب مواصفات القرن ال21. يتبع للملعب 7 ملاعب ملحقة للتدريبات مغطاة بالعشب الطبيعي، وقاعة مغطاة للرياضات بسعة 3000 مقعد، ومدرج ألعاب قوى بسعة 6500 مقعد، إضافة إلى 5 مسابح أولمبية ونصف أولمبية، وفندق 5 نجوم بسعة 150 سرير، وقاعتين للعرض السينمائي، وقاعات محاضرات، إضافة إلى مرأب للسيارات.
ولم يستثني المهندسون والمشرفون على إنجاز هذا المشروع المتفرجين الذين يلتحقون بالملعب راجلين والقادمين من المحطة البرية، حيث خصصت لهم طرق خاصة تقودهم مباشرة إلى مدرجات الملعب بعيدا عن خطر السيارات التي قد تهدد حياتهم. ملعب براقي الجديد يقع في مدينة براقي التابعة لولاية الجزائر، ويتسع الملعب ل40 ألف متفرج. يتميز الملعب بأنه مغطى بالكامل ويوفر أبرز وسائل الراحة للجماهير. ملعب براقي الجديد سيكون تحفة معمارية والأجمل من بين جميع ملاعب العاصمة، حيث يتميز بسقف متحرك قابل للفتح والغلق بصورة كلية، فضلا عن المدرجات الجذابة والمساحات الخضراء المحاذية للملعب. بدأ العمل في بناء الملعب سنة 2009، وشهدت عملية تقدم الأشغال بطء كبير جدا بسبب مشاكل عديدة. الملعب موجه للفرق العاصمية التي تعاني من ضغط الملاعب الصغيرة، وموجه أيضا للمنتخبات الجزائرية بكل فئاتها. ستقام إلى جانب الملعب الرئيسي ملاعب ثانوية للتدريب ومضمار لألعاب القوى ومسبح وموقف سيارات، إضافة إلى مرافق أخرى. وسيكون الملعب مزود بنظام إلكتروني بالنسبة للتذاكر والمراقبة، على غرار ما هو متبع في أكبر الملاعب الأوروبية، حيث أن الملعب يتطابق مع معايير ملاعب القرن ال21. سيربط الملعب بمحطة برية لنقل المسافرين للسماح بوصول الأنصار إلى الملعب وقت المباراة. بلغت تكلفة بناء الملعب 18 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 280 مليون دولار. ملعب الدويرة الجديد يقع الملعب في مدينة الدويرة التابعة لولاية الجزائر العاصمة. يتسع الملعب ل40 ألف متفرج. تم إعطاء انطلاق بناء الملعب سنة 2010، إلا أن أشغال بناء الملعب تأخرت بشكل كبير، حيث توقفت الأشغال ل3 سنوات بسبب مشاكل إدارية وأيضا فنية، وعادت وتيرة الأشغال من جديد سنة 2013 بعد التعاقد مع شركة صينية لاستكمال أشغال بنائه. وبأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون تقرر وضع تسيير الملعب تحت تصرف فريق مولودية الجزائر. ويتميز الملعب بقرب المدرجات إلى أرضية الملعب لعدم وجود مضمار ألعاب قوى، وتبلغ طول أرضيته 105 متر وعرضها 60 متر. إلى جانب الملعب الرئيسي يتوفر الملعب على ملعبان ملحقان بالملعب الرئيسي خاصا بالتدريبات ومكسوان بالعشب الطبيعي. ويحتوي الملعب على منصة شرفية للشخصيات الرسمية والمدعوين، وأخرى خاصة برجال الأعمال، ومصاعد وقاعات للاستقبال والمؤتمرات الصحفية، إضافة إلى مرأب سيارات ومطاعم ومقاهي ومرافق أخرى. ويتوفر الملعب أيضا على مختبر لفحص المنشطات. بلغت تكلفة بناء الملعب 137 مليون دولار. ملعب سطيف الجديد هو عبارة عن مركب متكامل. يقع الملعب في مدينة سطيف ويتسع 50 ألف متفرج. ففي الوقت الذي عرفت مختلف الملاعب الجديدة تقدما ملحوظا في الأشغال، لم يتجسد ملعب سطيف على أرض الواقع لحد الآن، ولم يتم اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجاز المشروع، علما أن القطعة الأرضية التي سيبنى عليها الملعب تم تعيينها في منطقة أولاد صابر، والتي تبعد 20 كيلومتر عن مقر الولاية. وعند سؤال المسؤولين عن هذا المشروع كان الرد أن سبب عدم تجسيد الملعب على أرضية الواقع راجع إلى بعض العوائق الإدارية والتقنية التي حالت دون تجسيده. وسيحتوي المركب في حال بنائه على الملعب الرئيسي الذي يتسع 50 ألف مقعد، إلى جانب 3 ملاعب ملحقة للتدريبات بسعة 3000 مقعد، وملعب لألعاب القوى بسعة 2000 مقعد، وقاعة متعددة الرياضات بسعة 2000 مقعد، إضافة إلى فندق ومرأب للسيارات بسعة 5000 سيارة. ويتربع المركب على مساحة 35 هكتار، وتبلغ الميزانية المرصودة لإنجازه حوالي 29.5 مليار دينار جزائري. إضافة إلى هذه الملاعب هناك ملعب 5 جويلية الذي يقع في بلدية دالي إبراهيم غرب العاصمة الجزائرية، ويتسع 64 ألف متفرج، ويعتبر أكبر ملعب في الجزائر ومن بين الأكبر في إفريقيا. وسمي باسم 5 جويلية نسبة إلى تاريخ استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي. وكان الملعب في وقت سابق يتسع لأزيد من 93 ألف متفرج قبل أن يتم تخفيض هذا العدد. وعرف الملعب أكبر حضور جماهيري في نهائي كأس الأمم الإفريقية سنة 1990 بين الجزائر ونيجيريا، حينما فازت الجزائر بهدف نظيف، ووصل عدد الجماهير التي حضرت تلك المباراة إلى حوالي 105 ألف متفرج. وافتتح الملعب يوم 17 يونيو 1972 بدورة ودية شاركت فيها 4 فرق، هي منتخب المغرب العربي
ومنتخب المجر، إضافة إلى فريق AC ميلان وبالميراس. وكان أول هدف سجل في المباراة هو هدف اللاعب المغربي الفيلالي لصالح منتخب المغرب العربي في شباك المجر. لحقت الملعب بعدها العديد من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل على فترات زمنية مختلفة. ويتميز الملعب بتصميمه الفريد من نوعه، حيث يحيط المدرج السفلي بكامل الملعب بقطر واحد دون انقطاع. أما المدرج العلوي للملعب فيحيط بالملعب إلى الجانب الغربي من الملعب، الذي توجد به مساحة خالية توضع فيها أعمدة الإنارة، في حين العديد من الملاعب الجزائرية الأخرى تنتظر حصتها من الترميم لكي تتوافق مع شروط الفيفا، كما هو الشأن بالنسبة لملعب عنابة الذي يعتبر من أعرق الملاعب الجزائرية وثاني أكبر ملعب في الجزائر، إضافة إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة والذي يعاني من مشاكل كثيرة. لا تنسى إخبارنا في التعليقات ما هو الملعب الأجمل والذي أعجبك.